الحارس سلم الباكتش المسجون فتحه. الحارس شاف إنه مجرد كتاب ومشي على طول من غير ما ياخد باله من الحزام المستخبي جواه. أول ما الحارس مشي بنخبى الحزام بسرعة وطلع معلقة كان مخبيها في السر. ركبهم سوا عشان يعمل سهم، ولزيادة القوة عمل كمان جهاز إطلاق. بعدين قص الأستيك بتاع لبسه الداخلي وربطه في الطرف التاني من الجهاز، وفي الآخر ربطه بخيط رفيع. لما كل حاجة بقت جاهزة بننادى على الحارس وجذبه ناحية القاذف. بركلة بسيطة فك الأمان. في لحظة الجهاز اشتغل. الحارس وقع على الأرض بنجري في الممر على طول لنقطة الهروب اللي مخطط لها. طلع لحد أعلى السجن، واللي كان شريكه ساعتها رماله حبل من بره. وقتها بنطلع الحزام وبالاندفاع اتزحلق بره السجن. بس الصعب ما كانش خلص. الحراس خدوا بالهم من هروبه وطلعوا وراه كلاب صيد. بسرعة الكلاب لقوا أثره وفضلوا يهوه من غير توقف عشان ينبهوا الحراس. لكن بن ما اتلخبطش لأنه كان متعلم أوامر السيطرة عليهم. في اللحظة اللي بعدها الكلاب كلها قعدت هادية في مكانها. وبن كمل هروبه، وصل لمنطقة فيها شجيرات ولقي مركب متساب جواه طلع علبة متخبية. بعدين خد مفتاح عشان يهرب بعربية، لكن المفاجأة إن العربية ما كانش فيها بنزين. ما كانش قدامه غير إنه يدور على مساعدة في بيت قريب. وأول ما صاحب البيت لف وشه بن خد منه شوزن، وطلع إن هروبه كله كان عشان ياخد حقه.